بنختفي نظهر كل فتره يا رجاله. انا عارف انكم زهقتوا وانا زهقت والله. الواحد كده ما عندوش استمراريه. انا شبه كريم بنزيما بجد، ما عنديش استمراريه. اكتر المتفائلين الماتش كانوا بيقولوا ايه بقى؟ كانوا بيقولوا هالاند بقى هيجيب النهارده سوبر ميجا هاتريك، هيعدي رونالدو في عدد الاهداف بتاع الموسم الواحد في دوري الابطال، هيقلب الظاهره رونالدو. كده كده هالاند مش محتاج اللي هو يقلب لحد يعني. هيجيب فينا يا عم، سيبك مش هيجيب فينا حاجه، هيعمل فينا حاجه كده، هيخلي الواد روديجر يبقى اعمى. ما علينا، كل ده فين بقى في ال 90 ده؟ ما كانش موجود. انا عايز اعرف الفشه دي جايه منين دلوقتي اهو. ايه هتعدل بيه؟ وغير بقى الجماعه المتفائلين اللي كانوا بيقولوا ميليتاو هيغيب فالدفاع هيتاثر. طبيعي، ميليتاو احسن مدافع عندك. ايه يا معلم التمركزات بتاع روديجر زي الخرا، انا معاك برضه. كل ده النهارده برضه ما كانش موجود. اللي حصل بقى طول ال 90 دقيقه عكس كل ده، ما عدا من لاعب واحد بس هو كريم بنزيما. ما تشاورش عليه، ما فيش اوسخ من كده. وعليكي وعلى ريحتك المصننه. برضه هقول لك حاجه، كرة مدوره تمام، 11 من هنا و11 من هنا، ما هيش عاطفه. لو وحش هنقول عليه زي الخرا، لو حلو هنقول عليه جميل ويلعب تاني وكمل وجدد. يا عم انا معاك، لعب الموسم اللي فات موسم اسطوري وجامد، وهاتريك هنا وميجي هاتريك هنا وكيلو هاتريك هنا وزي الفل. الموسم ده بقى من شهر 8 كريم صدى يا رجاله، صدى بجد. نرجع بس الماتش كان معانا كويس والكرة كانت معانا والحمد لله، شويه الحظ والتوفيق كانوا معانا. بس الكرة هتسيبك كده؟ هتسيبك؟ انت حياتك اصلا مليانه سكريبتات. الكرة فيها سكريبتات، فيها سكريبتات. كامافينجا اللي هو من احسن 3 لعيبه في الماتش تقريبا، كالعاده السكريبت بتاعه الفريق زي الفل، عاملين ماتش حلو، هو نفسه عامل ماتش جامد. يا معلم انا عايز بس بص الباصه الغلط ده، هشوف بس هتيجي جول ولا ايه. هي بتيجي كل مره، بس هو عايز يحرق السكريبت فنبلع جول بقى. انت كانسان اصلا قاعد بتتفرج على الماتش احباط، ما بالك بقى باللعيبه نفسها، اكيد احبطت برضه. بس انت خليك بهدوء كده. السنه اللي فاتت كنا محتاجين ريمونتادا وحاجات حلوه كده واهداف كتير وزي الفل يعني عشان نكسب السيتي. السيتي جاب الاول وكان ممكن يجيب الثاني والثالث وكل حاجه لو الكره بتتشمل على الخط. في الاخر في 5 دقائق قفلنا اللعبه. واحد كده من 5 6 اللي اتفرجوا على الفيديو يقول لي انت ازاي من شويه بتقول عاملين ماتش جامد واللعبه كلها ماتش حلو ما عدا كريم بنزيما، وفي نفس الوقت ما كناش عارفين نقطع كوره، وتقريبا لما السيتي بيغلط الكوره كانت بتبقى معانا، غير كده ما بنعرفش نقطع ولا ناخد كوره. ما انا هقول لك تاني، انت بتتفرج على ريال مدريد من امتى؟ مش عارف بصراحه انت بتتفرج من امتى، بس قول لي كده اخر مره ريال مدريد كان بيقطع الكوره بيضغط بقى ولاعب خط وسط حريف وقوي وكل حاجه. سيبك من فالفيردي يعني، هو الوحيد الاستثناء اللي موجود في خط الوسط عندنا دلوقتي كده. الباقي بقى كان بيعمل ايه؟ حلق يا معلم، حلق لعب بطيء، رتم بطيء، ومودريتش كبر وتوني كروس كبر، وتوني كروس كان بيعك اصلا اخر 3 4 سنين، فعديها لما الكوره تبقى معانا هنحاول نعمل هجمه بس بايه؟ بريتم بطيء برضه. هتسمع كلامي دلوقتي وهتتفرج على الماتش تقول يا ابني طب ما احنا كنا عاملين ماتش دفاع حلو، ما انت لسه بتقول هالاند ما جاش الماتش قايلها مرتين. ما هقول لك احنا برضه لعبنا كمجموعه، لعبنا كتيم كده، التيم عرف يدافع تمام، انما كافراد كان في تقصير في التمركزات وكانت باينه فشخ. انا متاكد والله لو كان عندنا مهاجم تاني محترم او مهاجم تاني على الاحتياطي عدل شويه او صغير شويه كان لعب ماتش احسن من كريم بنزيما وكنا حاولنا ننتج جون تاني او تالت. معلش يا رجاله والنبي عشان الواحد جايب اخره بصراحه من حته المهاجم ده، وانا ايه مش طايقه، انا مش طايقه بجد. احنا نهدى كده بس كده. الفيديو ده مش فيديو كوميك ولا فيديو شويه تحليل ولا اي خرم في اللي كان في الملعب ده، احنا بنقول كلمتين عادي تمام. وهنعمل ايه؟ 1% ايه؟ 1% امان و99% دعاء برضه، مفيش فرصه. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. خليك بس فاكر حاجه، احنا السنه اللي فاتت كنا محتاجين ريمونتادا في العوده، الحمد لله في 5 دقائق عملنا ريمونتادا والاشواط الاضافيه وكل حاجه. انا السنه دي بقى يا معلم يا عم اركن الباص بقى، اركن الاتوبيس، هات انشيلوتي نفسه وقعده في المنطقه وباللبانه بتاعته وكل حاجه، عايزين نكسب ضربات جزاء وكده كده ادرسون ما عندوش ايه. انا اكتر حاجه حرقت دم النهارده يا رجاله بجد مش كريم بنزيما، لا اكتر حاجه حرقت دم حته غباء كده من حبيبي وجدي وحبيبي اللي انا بحبه جدا انشيلوتي ده، اللي هو يسيب بنزيما ويطلع رودريجو اللي هو كان تقريبا من احسن 3 برضه، رودريجو كامافينجا وفينيسيوس كانوا احسن 3 في الملعب تقريبا. ايه يا معلم انت بتطلع مين؟ انت معانا في الماتش ولا دي تعليمات ابنك؟ اكيد ابنك برضه. هاخدكم معايا في فلوج اوريكم يومي عامل ازاي، يلا. بصوا بقى في الاخر عشان ما نطولش، بس ده فيديو كده على السريع عشان ايه الماتشات الجايه كتير هنعمل لها فيديوهات ومش هنغيب ما تقلقوش، ولو غبنا يعني حد مهتم ما علينا. انا كانسان نفسي في حاجتين 2 بس والله. اول حاجه انام بدري للشغل، تاني حاجه فريق يكون فيه مهاجم عدل بدل كريم سردينه ده. اشوفكم الفيديو الجاي على خير يا رجاله، سلام.